اذا لم تستحي فافعل ما شئت. رضا عبد العال اللي طالع امبارح بيقول لك ان جماهير الاهلي لو زيزو ده عندهم كانوا باسوا على جزمته عشان يجدد، وجايين دلوقتي بيهاجموه ويقولوا بالونه. فاسمع الفيديو كده حبيب اخوك، وما تنساش اللايك والشير، وتعالى عشان نرد على الهجوم. طبعا زيزو اللي النهارده بيرد على كل الناس وكل اللي هم بيقولوا مش عارف ايه وبالونه وما اعرفش ايه. لا، انتوا لو جه عندكم هتلحسوا جزمته وهتصيطوه في السماء. وانا بقصد الكلام دوت بناس مستقصده زيزو بقالها سنه وبالونه وبالون. امال اللي عندكم ايه؟ ده انتوا عندكم بلالين، بلالين منفوخه على الفاضي. وبرضه عايز ارجع واقول ده الفرق بين جمهور الزمالك واي جمهور تاني. شيكابالا لما ضيع ضربة الجزاء في ماتش السوبر المصري، شوف النهارده استقبال الجمهور له قبل الماتش وبعد الماتش. انما لو في جماهير تانية طالما مش عارف ايه بيقلبوا عليه خلاص الدنيا كده مصر وكده قلة اصل. شوف بقى الفرق. عزيزي المتابع الاهلاوي الجميل، عايز اقول لحضرتك ان رضا عبد العال ده هو اللي قال على مرموش ان عمر مرموش فنكوش، وان اقل لاعب في الدوري افضل من عمر مرموش. فدي اول حاجه تثبت لك ان العقليه عندهم زيرو. مبدئيا كده رضا عبد العال نسي تماما مين اللي كان راح اتباعت حلاها عشان يجددوا لفرجاني ساسي، وللاسف برضه فرجاني ساسي خلع وجرح احساسي